بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم النهاردة إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقاتكم عبر صفحاتكم كورة مع المصري. وحديث النهاردة إن شاء الله عن مباراة النادي المصري ومباراة البنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0 من مجريات الدوري المصري للأسبوع ال 13. هنتكلم إن شاء الله النهاردة في الحلقة عن ملخص كده للمباراة، وهنتكلم في اخر الحلقه باذن الله عن تقييمات اللعيبه النهارده في المباراه. لكن قبل اي حاجه حابين ان احنا نبارك لحارس مرمانا طبعا ومرمى النادي المصري، حارسنا الغالي محمود جاد بعقد قران زفافه غدا ان شاء الله الخميس 13/2/2025، طبعا بعقد قران زفافه وزواجه، ربنا يبارك له يا رب، وان شاء الله زواج مبارك ان شاء الله. الف 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 مبروك لنجمنا الغالي محمود جاد، كنا حابين ان احنا نبارك له عبر صفحتنا. هنتكلم بقى النهارده ان شاء الله تشكيل النادي المصري اللي بدأ بيه المباراه النهارده، مباراه البنك الاهلي. الكابتن علي ماهر بدأ التشكيل بمحمود حمدي في حراسه المرمى، اتنين مساكين باهر المحمدي محمد هاشم، باك شمال حسن علي، باك يمين كريم العراقي، اتنين نص ملعب محمود حماده ويوسف الجوهري، هاف شمال كريم بامبو، هاف يمين ليتسويل، وطبعا كصانع لعب عبد الرحيم دغموم، نص ملعب كده 8 صانع لعب، ومهاجم وحيد فخر الدين بن يوسف. ده التشكيل اللي الكابتن علي ماهر بدأ بيه اللقاء النهارده. النهارده النادي المصري خلال الشوط الاولاني المباراه فيها احداث كتير، طبعا حاله طرد للنادي المصري نتكلم برضو فيها طبعا مع حضراتكم. لكن النهارده النادي المصري في مجريات المباراه والشوط الاولاني قبل حاله الطرد، النادي المصري كان مستحوذ على مجريات المباراه. النادي المصري لعب مباراه بشكل جيد جدا جدا في خلال الشوط الاولاني. المصري طبعا سيطر على اول نص ساعه للمجريات من الملعب، واكتر من هجمه خطيره للنادي المصري طبعا عن طريق مهاجميه، لكن بدون فعاليه واحراز الاهداف. ودي طبعا النقطه السلبيه للمهاجمين ولاعبي النادي المصري، بتضيع هجمات كتير بتوصل كتير. كابتن علي ماهر محفظكم النهارده ان انتوا بتوصلوا كتير، مش على مباراه البنك الاهلي اكتر من مباراه بتوصلوا كتير، لكن بنرجع نندم على الفرص اللي بنضيعها ديت، يا بتفقد نقطتين يا بتخسر المباراه. فالنهارده انت النهارده طبعا سيطرت على مجريات المباراه، نص ساعه مسيطر على مجريات المباراه. طبعا الشوط الاولاني أنا كنت شايف ان انت النهارده يوسف الجوهري وليتس ويل الهاف بتاعك النهارده، ان الاثنين النهارده ما كانوش احسن حاجه، تعتبر ما همش في حالتهم، ما كانوش كويسين النهارده. لكن الفريق في الشوط الاولاني، مجمل الشوط الاولاني الفريق كان ظاهر اللعيبه بشكل كويس. طبعا الشوط الثاني بقى الكابتن علي ماهر بدأ بثلاث تغييرات، عايز تخلي شكل الهجوم بتاعك كويس، عايز تضغط اكتر. لعبت شوط اولاني ممتاز جدا جدا ومسيطر على مجريات المباراه. النادي البنك الاهلي بيدافع، كل لعيبه البنك الاهلي النهارده في نص ملعبها ما وصلوش بحاجه محققه للتهديف او فرص في خلال الشوط الاولاني. فانت الشوط الثاني بقى نازل بتعمل تغييرات. كابتن علي ماهر بدأ بثلاث تغييرات، انا شايفه ان ثلاث تغييرات كانوا موفقين، لكن حالة الطرد النهارده هي اللي أثرت على سير المباراة. التعادل برضو النهارده أنا شايف إن كنا بنتمنى المكسب، لكن التعادل مش وحش النهارده لظروف المباراة. بتلعب شوط كامل ناقص لعيب، أي فريق في العالم النهارده لو بيلعب ناقص لعيب شوط كامل، لو جبت ريال مدريد برشلونة ليفربول أي فريق بيلعب ناقص لاعب شوط كامل لازم هيكون النهارده ماهوش أحسن حاجة طبعا، بيلعب دفاعي أكتر، ما هوش عايز طبعا ان هو يفقد الكرة كتير عشان الفرقه اللي قدامه ما تسيطرش. فالنادي المصري النهارده رغم حاله الطرد ظهر بشكل كويس، وصل بكرة واتنين بقدر المستطاع طبعا، لان النهارده انت حاله الطرد انا شايفها من وجهه نظري اثرت على مجريات المباراه. لو حاله الطرد ديت ما كانتش حصلت انت النهارده كنت ممكن تكسب المباراه في الشوط الثاني بسهوله. زي ما لعبت في الشوط الاولاني واستحوذت وضيعت كتير مع التغييرات كنت تقدر انت ممكن النهارده تكسب المباراه. لكن حاله الطرد، وانا شايف كمان حاله الطرد من وجهه نظر كمان حاله طرد يمكن غير مستحقه، او حتى الكابتن محمد يوسف حكم المباراه ما راحش للفار او الفار استدعاه، طرد مباشر على طول. الشوط الثاني طبعا بدأ بتغييرات كابتن علي ماهر، خروج حسن علي ونزول عمرو سعداوي، خروج يوسف الجوهر ونزول امادو با، وخروج لاتس ويل اللي كان عليه علامه استفهام في الشوط الاولاني وانا شايفه مش جاهز بدنيا هو ويوسف الجوهري، ونزول احمد القرموطي. دي الثلاث تغييرات اللي الكابتن علي ماهر بدأ بهم الشوط الثاني. طبعا حصل بقى كده الكابتن علي ماهر بدأ بتغيير في توظيف اللاعبين. كريم بامبو طبعا بيلعب ناحيه الشمال، نزل مكانه احمد القرموطي لعب ناحيه اليمين، وكريم بامبو لعب كريم بامبو نزل لعب ناحيه اليمين، والقرموطي نزل لعب ناحيه الشمال. كان في تغيرات كده وتمركزات في الملعب الكابتن علي ماهر كان بيعملها في الملعب. طبعا حاله الطرد بقى النهارده اللي هنتكلم عليها في الدقيقه 55، امادو باب اشتراك كده زي ما شفناه، كوره طبعا
رفع رجله، ممكن ما هوش رافع زياده عن اللازم او ان هي مقصوده ان هو يعمل التحام مع لاعب البنك الاهلي نزل للكوره. طبعا الالتحام، الكابتن محمد يوسف حكم المباراه طرد على طول مباشر. انا بصراحه حتى علامه استفهام النهارده على حكم المباراه. انذارات كتير للنادي المصري، اكتر من كوره فيها انذارات وحاله طرد، وفي حاله للنادي المصري اشتراك مع حارس النادي المصري محمود حمدي النهارده. يعني حصل النهارده ان هو اتعور في المباراه واخد اكتر من غرزه في الملعب، حتى ما اداش انذار للاعب البنك الاهلي. كانت علامه استفهام النهارده على الكابتن محمد يوسف حكم المباراه. طبعا انا شايف بقى الدقيقه 74، يعني البنك الاهلي طبعا حاله الطرد اكيد لازم سيطر. المصري بدا ينكمش شويه ويرجع للدفاع. طبعا النهارده تلعب ناقص لاعب. في الدقيقه 74 هجمه كانت خطيره للبنك الاهلي، قدر ان هو يعني محمد هاشم، يعني انا شايفها من لقطات المباراه، او من يعني ايه، من الحاجات اللي اتحط في سير المباراه. قدر ان هو يعمل تاكلينج كويس جدا جدا على الكوره وينقذ هدف كان محقق للبنك الاهلي بنسبه اكتر من 90%. اللاعب وشه للجون انفراد، محمد هاشم عمل تاكلينج كويس وقدر ان هو يخرج الكوره. طبعا في الدقيقه 76 النادي المصري عمل تغيير الكابتن علي ماهر، نزول جون اوبوكا مكان فخر الدين بن يوسف، ومهاجم مكان مهاجم يعني للتنشيط كده. سيطرة طبعا للبنك الأهلي واللاعب المصري تتمركز بشكل كويس. الدقيقة 86 طبعا تغيير خامس وأخير للنادي المصري بخروج دغموم ونزول خالد صبحي. الكابتن علي ماهر بقى طبعا في آخر المباراة حب إن هو يأمن المباراة طبعا، وإنك تبقى نقطة النهاردة أحسن من إنك تفقد الثلاث نقاط. وطبعا فريق البنك الأهلي النهاردة لو كسبك بيقرب ليك كمان، كان 18 نقطة يقرب ليك أكتر. فالنهارده النقطة برضو رغم ظروف المباراة أنا شايفها كويسة، يعني نقطة لظروف المباراة أنت نقطة كويسة. لكن احنا بنتمنى طبعا في اي مباراه النادي المصري جمهوره بيتمنى المكسب على طول. لكن انت بتتكلم لظروف المباراه النهارده، تلعب شوط كامل ناقص لعيب، سيطره في الشوط الاولاني، لكن مع بدايه الشوط الثاني وحاله الطرد اللي بدات مع الشوط الاولاني طبعا فنقطه احسن من الخساره. الحكم طبعا احتسب 6 دقايق وقت بدل ضايع، والدقيقه 93 ده طبعا ما قلنا اصابه محمود حمدي حارس مرمى المصري بعد تدخل قوي معاه من لاعب البنك الاهلي. والحكم لم يرى الانذارات والكروت الحمراء، يعني زي ما اتكلمنا الحكم ما كانش بيشوف الانذارات والكروت الحمراء غير للاعب المصري فقط. وانتهى طبعا الوقت بدل الضائع، وتنتهي معه المباراة بالتعادل السلبي 0-0. طبعا نتيجة مرضية للنادي المصري مع ظروف المباراة واللعب ناقص للاعب بشوط كامل. فنقول الحمد لله طبعا نتيجة مرضية بالنسبة لسير المباراة. ان شاء الله المصري معاه عنده الاسبوع القادم مباراة مع غزل المحله، ان شاء الله يكون موفق فيها ويقدر يحرز الثلاث نقاط. المصري بينه وبين النهارده المصري عنده 23 نقطة، بينك وبين المركز الاول 7 نقاط اللي هو اللهم صل على النبي بيراميدز متصدر الدوري النهارده ب 30 نقطة بعد الاسبوع ال 13. يليه طبعا في المركز الثاني النادي الاهلي 29 نقطة، في المركز الثالث الزمالك 26، في المركز الرابع المصري 23. يعني المصري النهارده ينقصه ما بينه وبين الاول مباراتين ومباراه مثلا تعادل. 7 نقاط ما هيش فرق بعيد، بس انت كل مباراه جدول النهارده والدوري السنه دي قلنا دوري استثنائي، تلعب دور واحد تروح 9 فرق. فمش عايزين ان ده المصري يفقد نقاط كتير في الدور الاول، بحيث يبقى برضه لما يوصل للتسعه ان شاء الله ويبدا تصفيات على على الفرق اللي هتلعب على مقدمه الدوري ديت، او على الفرق اللي هتنافس على مراكز الاربعه من الدوري. نتمنى النادي المصري ان شاء الله يكون ايه ما هوش فاقد نقاط كتير ومقرب باذن الله. فان شاء الله النادي المصري يكون موفق في المباريات القادمه باذن الله. لو هنتكلم بقى كده عن يعني هندي تقييمات للاعيبه النهارده. انا محمود حمدي، انا شايف محمود حمدي النهارده كان كويس وانقذ من اكتر من كوره وكان بيخرج على الكورات العاليه بشكل كويس. ممكن ادي لمحمود حمدي النهارده 7 من 10. باهر المحمدي برضو كان كويس النهارده، ممكن نقول 7 برضو من 10. محمد هاشم انا بالنسبه لي الكره اللي احنا اتكلمنا فيها، الكره اللي هو انقذها طبعا دي من كور المباراه طبعا ومن تغييرات المباراه، اديله النهارده 8 من 10. حسن علي برضو كان كويس برضو بالنسبه في الحالات الدفاعيه، نديله برضو النهارده 7 من 10. كريم العلاء طبعا واحد من نجوم يعني الدوري كله حتى الان مع النادي المصري، ومن نجوم الدوري ما شاء الله مستوى ثابت. في اكتر من مركز، باك يمين بتلاقيه، نص ملعب بتلاقيه، في التحولات الدفاعيه موجود، في التحولات الهجوميه موجود. فلاعب ما شاء الله جوكر ومن نجوم الفريق. يعني ممكن نقول النهارده كريم العراقي 7 ونص بقى، يعني ايه ياخد درجه زياده شويه عن اللاعيبه اللي ادينا لهم 7 من 10. فنقول كريم العراقي النهارده 7 ونص. هي جت كده بقى النص بيبقى معانا صعب شويه في الكتابه تقريبا. طيب النهارده محمود حماده برضو يعني
مش احسن حاجه برضو محمود حماده، نتمنى المستوى يبقى افضل، لكن كان كويس برضو، يعني ايه كويس مش وحش. محمود حماده اديله 6 من 10. يوسف الجوهري بقى النهارده علامه استفهام بصراحه. الميس باص بيطلع من رجله، اكتر الميس باص بتطلع بشكل خاطئ، باصات كتير بتتقطع. مش عارف كان تايه النهارده في الشوط الاولاني يعني. اديله النهارده 5 من 10. عبد الرحيم دغموم برضو النهارده مش في احسن مستوياته، لكن كان بيقدر ينقلك من الشكل الدفاعي للهجومي. هو كان النهارده مكمن الخطوره كلها مع عبد الرحيم دغموم لما الكره بتوصل لهم، وطبعا كريم بامبو. فعبد الرحيم دغموم النهارده ممكن نقول برضو 6 من 10. كريم بامبو انا شايفه واحد من نجوم الشوط الاولاني برضو. اي كره في رجل كريم بامبو بتحس بخطوره، وان النادي المصري قريب للتهديف. فكريم بامبو ممكن نقول 7 من 10 برضو. لاتس ويل ده النهارده اللي يعتبر ما كانش موجود، انا شايف ان هو مش جاهز بدنيا. يعني المباراه السابقه مع الاتحاد السكندري عمل كره انفراد وصلت بها ان انت تجيب الهدف الثاني. كان لعيبه بينيه كويسه كده الكره من الهدف الثاني. لكن النهارده انا شايفه بدني ماهوش جاهز. فالنهارده برضو يعني مش هنحكم عليه برضو يعني عشان ما نظلموش، ممكن نقول 5 من 10. لكن ما كانش كويس جدا في الشوط الاولاني قبل التغيير. فخر الدين بن يوسف برضو على قد المستطاع لعب شوط كويس في الشوط الاولاني، وكان بينزل كتير من نص الملعب، لكن ما وصلش، ما جالوش كور كتير ان هو يوصل. ممكن نقول برضو 6 من 10. التغييرات بقى النهارده، يعني لو هنتكلم على التغييرات، عمرو سعداوي نزل ادى بشكل كويس، ممكن نقول برضو 6 من 10. امادو با طبعا بعد حاله الطرد، يعني انا شايفها طرد غير مستحق بصراحه. يعني لو كان طرد مستحق هقول لك طرد مستحق. طرد غير مستحق، ماهوش ما ياخدش طرد. فالنهارده ممكن نقول برضو 5 من 10. لان احمد طبعا امادو با نزل ما لحقش يكمل نص ساعه في ربع ساعه في الملعب، وطبعا بعد حاله الطرد. احمد القرموطي على فكره النهارده كان كويس جدا لما نزل. انا شايف من احسن مباراه احمد القرموطي النهارده. انت كنت بتلعب ناقص لعيب، قدر ان هو النهارده الكره كانت في رجله يعني ايه، ما بيطول فيها، ما بيبصيش كتير ان الكره تتقطع، والكره طبعا في رجله بيقدر ياخد فاولات، بيقدر ينقلك من الشكل الدفاعي للهجومي. فكان كويس النهارده بعد نزوله. ممكن نقول ايه 7 من 10. جون اوبوكا برضو ما ظهرش كتير او ما وصلوش كور كتير طبعا، لان انت كنت بتلعب النهارده بعد نزوله زون ديفينس، ان انت حاول ان انت تدافع اكتر من ان انت تهاجم بسبب النقص العددي. فما ظهرش كتير، نديله 6 من 10. لا مش 66، 6 من 10. خالد صبحي برضو يعني نزل برضو في اواخر المباراه، يعني في الدقيقه 86، عشان انت تقدر تامن دفاعك. ممكن نديله 6 من 10. فانا شايف نجم المباراه النهارده بالنسبه للنادي المصري، شايف النجم النهارده واعلى تقييم طبعا في اللاعيبه محمد هاشم. شايف محمد هاشم النهارده بعد الكره اللي انقذها وقدر ان هو يعمل تاكل ودي مش اول كره لمحمد هاشم، برضه في مباراه سابقه لمحمد هاشم بيقدر ينقذ كور بالشكل ده. يعني فمحمد هاشم النهارده بالنسبه لي نجم من نجوم المباراه واعلى تقييم 8 من 10. دي كان طبعا يعني حديث كده سريع عن لقاء النادي المصري والبنك الاهلي والذي انتهى بالتعادل السلبي 0-0. نتمنى ان احنا طبعا ما نكونش طولنا على حضراتكم، يعني نكون دايما ضيوف خفاف. فانتظرونا ان شاء الله في حلقات قادمة باذن الله. وطبعا يعني كل اللي متابعنا شكرا ليكم. وطبعا اخر حاجة طبعا نحب كبداية ونهاية للكلام هو الصلاة والسلام على سيد الانام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.